كتير من الناس بيلاقوا صعوبة في تنظيم وقتهم، خاصة ان هم بيدرسوا، فمش بيبقوا عارفين ازاي ينظموا بين دراستهم وحياتهم الشخصية. حتى انت نفسك بتفكر دايما ازاي توازن بين الدراسة وحياتك الشخصية والمذاكرة والأنشطة والوقت اللي انت عايز ترتاح فيه. في الفيديو ده هقدم لك حلول وخطوات بسيطة تقدر انك انت تطبقها من النهاردة، وان شاء الله تجيب معاك نتيجة. يلا بينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بكم في فيديو جديد. لو انت ما تعرفنيش، انا كمال سلمان، وانت دلوقتي بتتفرج على قناة رحلة الانتاجية. قبل اي حاجة خليني اقول لك ليه تنظم وقتك، وتنظيم الوقت دوت ليه مهم جدا. مبدئيا انت لما تنظم وقتك هتقلل الضغط النفسي والتوتر اللي انت دايما حاسس بيه، هتبقى عارف الخطوات الجاية هي عبارة عن ايه. اما طول ما انت وقتك مش منظم فانت حاسس دايما بقلق وحاسس بضغط ومش عارف ايه اللي انت هتعمله بعد كده. يبقى اذا تنظيم الوقت بيقلل الضغط النفسي وبيقلل التوتر. الحاجة التانية، انت لما بتنظم وقتك بتقدر انك انت تخلص دراستك بشكل اسرع، وبرضه بتلاقي وقت لنفسك ولحياتك، وهتكون قادر انك انت تتحكم في يومك مش يومك اللي بيتحكم فيك. الحاجة الأخيرة إن التنظيم بيخليك أكتر إنتاجية لدرجة إنك ممكن تنتج في حاجات تانية بجانب الدراسة. طيب كده عرفنا أهمية تنظيم الوقت، تعالى بقى بينا نعرف إزاي ننظم وقتنا. أول حاجة أنت لازم ترتب أولوياتك، ودي حط تحتها 100 خط، لأن ترتيب الأولويات ده شيء مهم جدا جدا. طيب إزاي ترتب أولوياتك؟ أنت ممكن في ترتيب الأولويات تستخدم قاعدة ايزنهاور. طب ايه هي القاعدة دي؟ هي عبارة عن انك هتكتب قائمة كاملة بكل المهام اللي انت عايز تعملها، قائمة كاملة هتكتب فيها كل الحاجات اللي انت عايز تعملها قدام. والقاعدة دي بتعتمد على انك تصنف المهام اللي انت كتبتها دي كلها الى 4 فئات بناء على اهميتها والوقت اللي هي بتستخدمه علشان تتعمل. طيب ايه هم ال4 فئات دول؟ اول حاجة الفئة الاولى، ودي هتكتب فيها الحاجات المهمة والعاجلة، والمهام اللي انت هتحطها في الفئة دي المهام اللي انت لازم تعملها فورا، وفي نفس الوقت يكون ليها أهمية كبيرة جدا. زي ايه مثلا؟ زي مواعيد الامتحانات، دي حاجة عاجلة لازم انك انت تعملها فورا، لازم انك انت تروح الامتحان، وفي نفس الوقت ده شيء مهم جدا. فاذا الفئة ديت احنا بنحط فيها الحاجات العاجلة اللي لازم تعملها بسرعة وفي نفس الوقت هي مهمة جدا. وطبعا كل مهمة هتحطها في الفئة دي هتشطب عليها من القائمة اللي انت كتبت فيها كل المهام. طيب وفي الفئة التانية، الفئة التانية دي هتكون المهام الغير عاجلة ولكنها مهمة جدا. وخد بالك من الفئة ديت كويس جدا. ليه؟ لان الفئة ديت هتحط فيها المهام اللي هتوصلك لتحقيق اهدافك، ولكن انت شايف انها لا تستلزم انها تتعمل دلوقتي. زي ايه مثلا؟ زي انك تحضر لمشاريع انت عايز تعملها قدام، او انك تنزل تلعب رياضة، او انك تطور نفسك تطورات شخصية زي تعلم برمجة او جرافيك ديزاين او اي حاجة انت عايز تتعلمها. الحاجات دي هتساعدك جدا جدا في انك توصل لنجاحك، ولكنها لا تستلزم انك تعملها دلوقتي. فانا عايزك يا صديقي الفئة دي بالذات تهتم بيها وتوفر لها وقت من يومك، لان الفئة ديت هي اللي هتطورك وهتوصلك للي انت عايزه بعد كده. طيب نخش على الفئة الثالثة، وهي المهام العاجلة ولكنها غير مهمة. ودي المهام اللي بتتطلب منك اهتمام سريع ولكنها مش مهمة جدا، زي مثلا انك ترد على رسائل البريد او ترد على رسائل اصدقائك. والفئة ديت يا ريت ما تديلهاش وقت كتير من يومك. الفئة اللي بعد كده اللي هي الفئة الرابعة، هي بتحط فيها المهام الغير عاجلة والغير مهمة، والمهام دي ملهاش اي اهمية وبتستغرق وقت وخلاص. زي ايه مثلا؟ زي التصفح على السوشيال ميديا، او تسمع فيديو طويل ملهوش اي لازمة. وطبعا الفئة ديت حاول تلغيها من حياتك، او حاول انك تقللها وما تديلهاش وقت كتير. طيب احنا كده رتبنا اولوياتنا وحضرنا القائمة وقسمنا المهام بتاعتنا الى 4 فئات، وعرفنا ايه الاهم وايه اللي مش اهم. بس عايز افكرك تاني، اول فئتين لازم انك تهتم بيهم جدا جدا جدا، وهي فئة المهام العاجلة والمهمة، وفئة المهام المهمة ولكن غير عاجلة. الفئتين دولت هم اللي هيغيروا حياتك 180 درجة. الحاجة اللي بعد كده استخدم جدول يومي، وانا بصراحة بفضل ان يكون بالورقة والقلم، ولو انت بتحب الحاجات الديجيتال ممكن جوجل كاليندر او ممكن نوشن، ممكن تستخدمهم بدل من الورقة والقلم، ولكن يستحسن الورقة والقلم. في الجدول اليومي دوت هتنظم يومك بين الدراسة والراحة والهوايات اللي انت عايز تعملها. والجدول دوت انا بفضل بصراحة انك انت تعمله بالليل قبل ما تنام. ليه؟ علشان تبقى صابح تاني يوم انت عارف انت هتعمل ايه، فتبتدي انك انت تشتغل على طول وتبدأ على طول من غير ما تقعد تفكر وتضيع وقت في التفكير في اللي انت هتعمله النهارده. طيب الحاجة اللي بعد كده عايز اقول لك، اثناء وقت المذاكرة لازم انك انت تاخد فواصل زمنية بتكون راحة. ليه؟ علشان خاطر تدي
لعقلك الفرصة ان هو يستقبل معلومات جديدة. فانا عايزك ما بين كل ساعة والتانية تاخد من 10 ل 15 دقيقة راحة. الحاجة اللي بعد كده حاول انك انت تتخلص من المشتتات اللي بتضيع يومك كله، ومن اعظم المشتتات ديت هي التليفون. التليفون طبعا بيضيع جزء كبير جدا من يومك، فحاول لما تيجي تذاكر يكون التليفون دوت بعيد عنك. اما لو انت بتذاكر عليه فاقفل كل الاشعارات علشان تركز في اللي انت بتعمله وبس. وفي الاخر عايزك تعرف ان المذاكرة هي جزء من يومك، مش يومك كله هو المذاكرة. فلازم يكون في وقت لحياتك الشخصية من اليوم ده، ويستحسن يكون الوقت دوت مكافأة بعد ما تخلص كل اللي عليك. الوقت دوت ممكن انك تسمع فيه فيديوهات انت بتحبها، ممكن انك تقعد مع اهلك، ممكن تخرج وتقابل صحابك، او حتى تمارس اي هواية انت حاببها. وعلشان تقدر تعمل الحاجات دي هقولك على شوية حاجات تساعدك على ده. اول حاجة انك تنام كويس، تنام عدد معين من الساعات يكون كافي جدا ان يخلي جسمك وعقلك يقدروا يشتغلوا تاني بكفاءة. الحاجة اللي بعد كده حاول تحافظ على ان يكون اكلك صحي، وانك تشرب كمية كويسة جدا من المية، لان المية زي ما احنا عارفين بتساعد على التركيز. وطبعا لو عندك هدف حاول تفكر نفسك بيه كل يوم علشان دوت يكون المحفز بتاعك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. جرب النصايح دي وشاركنا في الكومنتات ايه اللي نفع معاك، وما تنساش طبعا تحط لايك للفيديو وتشترك في القناة لو انت لسه مش مشترك عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.